انا متاكده ان فاش جاك 5000 ولا حتى مليون تديري التفريغات ديالك، خلي المشاهد ديري خاطر على ماشي عليك انتي وماشي على ود الزنوبه اللي قلتي انا راه ما نعطيه حتى درهم ندخل الحبس. اذا اين هي زنوبه من حياتك؟ وتصوري زنوبه نهار واحد بدونك وتتبكي، والسي محمد ما عارف شنو يدير، ام يوسف الفاسيه داها لها فيها السكر، هو ها نقولوا غادي تجي تجلس مع السي محمد في الدار لان يوسف غيتزوج ياك، يوسف غيتزوج غادي تجلس مع السي محمد في الدار، انت غتسجني لك شهر ولا شهرين، واش انت يعني بنيتك غادي تضحي على بشهر شهرين في السجن وتفسدي الدوسي ديالك وهادشي اللي باغيين تديري لهم خاطرهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير على خير وفي أتم الصحة والعافية والتيسير وكل كل 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 ما تتمناه يا ربي يا رحمن يا رحيم في هذا النهار المبارك السعيد. ادخلي أنا الموضوع وقولي لنا شنو عندك. اللي عندي بومبا كارثة بشتى المقاييس، وبومبا على من؟ على السيد المحترم المبجل اللي عنده خبرة في الحقل القانوني لمدة 30 سنة، اللي ولا مشهور على ظهر السي محمد بوكريشة، قضية السي محمد بوكريشة ولبنينو، اللي ولا يطلب للترافع يعني مع ولا ند مع السيد الأستاذ المحترم زهراش في قضايا انتم عارفينها بلا ما نقول لكم مواليها شكون هما، وشكون اللي تحكم عليه بعماين، وشكون اللي بقى برا، وشكون اللي بقى برا تيتكسل على أمة الله. يا عيني يا عيني يا عيني لما تيكون جيبك عامر. اللي قلت لكم قنبله عند الاستاذ، انا نقول لكم علاش مقتاش خرج اخر خرجه اللي ما شفتهاش، انا غير سمعت الناس يهضروا عليها، اللي عرفش قال لك خرج في واحد منصه العاده كعادته اللي ولات يطلب الله مقتاش تكون عنده شي قضيه باش يخرج للاعلام ويعطينا مستجدات ديك القضيه. فهو اخيرا خرج وقال لك هو راه لبنينو شرات الدار على دارو. هذا ما سمعت والله ما سمعت، انا عاد باغا ندخل نقلب ما عنديش وقت ليه، لان كي تنشوفو تنحس بالمرض وتيرجعني سنتين اللي وراء، السنتين اللي كان تيخرج مع خرج داكشي بشحال مره مع الوانكم، وخرج شحال مرات عديده، بل كان هو كانه هو صاحب جريده من واحد المنصه اعلاميه اللي ديما تنشوفوه مع واحد الشاب اللي هو ديما يدير هذيك الجريده ياك، وكان ديما تيخرج وتيعطي شي معطيات، واخر خرجه كانت اظن مع نفس الجريده اللي ضرب في القضاء. انا بالنسبه لي لان لو قلنا السي محمد خدا عامين ضرب في القضاء فهذا ماشي غير ضرب في القضاء، هذا ماشي شي حاجات قالهم واحد عادي والله الا كان مشى ما عرف واش المحامي تكون عنده حصانه من الحبس هو ولا اللي ما شوف اللي عنده شي فكره يقول لي، لان حتى المحامي اظن بالنسبه لي انا لو انا محاميه اظن المحامي هو يجب ان يكون اكثر حرصا على اللي تيخرجوا، لانه هو بات اللغه خصو يكون، وان كل كلمه بل كل نقطه وفاصله خصو يعرف فين يحطها، لان سياق الجمله يمكن تتغير بكاملها على ود نقطه فين حطيتيها او فاصله فين حطيتيها. فمعليش المساله يمكن ان تكون خطيره لا على محامي ولا على واحد عادي. مازال تيقولوا في واحد المثل القانون لا يحمي المغفلين أو الجهلاء في اللغة، والقانون ماذا يفعل للناس اللي هما ضالعين في اللغة وهذاك هو شغلهم. مثلا واحد جاهل مسكين قال زلة لسان عطيناه أمان، والواحد اللي عارف شي يقول ويقصد ما يقول ويدرك ما يقول كمحامي عنده خبرة ديال 30 ولا ما عرف شحال من عام كما قال هو، بشحال خص العقاب يكون مضاعف. هذا هو اللي أنا هذا هو اللي فهمي معذرني الاشياء. فملي يخرج هو يقول لك هو راه عنده واحد الكليكه ديال
كالعاده دائما تيهضر على القنوات، لانه عنده واحد الكليكات تتوصل له داكشي اللي تتقوم به يعني من نشاطات لبنينو، بحال شرات الدار، بحال هاش قالات، بحال هي خرجت هضرات عليك، ها هو راجل هذا بحال دابا هذا الفيديو الاخر اللي دار السي محمد بوكريشه مع لبنان، يقول لك هو خرج السي بوكريشه تيضرب في سميتو في المحامي، نوض المحامي يدير عليه شكايه هو، رغم ان انا ذكرت لكم في الفيديو السابق ان السي محمد بوكريشه هو اللي خصو يدير شكايه بالمحامي، لان خرج وشهر به وقال لك عنده فيديو وندم علاش انه حام عليه، وهو في الاول وفي الاخر هذا المحامي كان تيعرف انه تيدافع على السي محمد بوكريشه في الضرب في القضاء او زله اللسان او ما شابه. فهمتي؟ نرجع للكليكه اللي البرقاقه اللي تيوصلوا له كل خطوات ديال لبنينو، اللي قالوا له راه دارت دار ودارت دار، واش دارت دار من على ظهرك انت؟ قال لك على ظهره هو على الكنار هي. لبنينو خرجت فيديو ولا جوج فيديوهات للاعتذار لك يا سيدي المحامي، وفيديو واحد كانت ردا على كلامك اللي خرجتي انت في الوانكم، وخرجتي في واحد حتى هي دليتي بدلوك وقلتي لها انت دخلي غير سوق راسك، انت ما جبتينيش، انت غير مراته، ماشي شغلك، بيني وبين بوكريشه وبيني وبين المراه اللي جابتني، وباعتراف منك المراه اللي جابتني باش ندافع على السي محمد. ومن بعد عاوتاني خرجتي قلتي راه صافي خديت 7 المليون، خديت 3 المليون في 3 المليون في مليون، عطيتي 2 مليون لانه خدا الوانكم 2 المليون، يعني بقرا وطاحت وتقسمات على ظهر من على ظهر السي محمد بوكريشه. في الاخر شكون اللي خلص؟ لبنينو. اش غادي تخلص؟ ما نعرف، عاد انت وتتعترف بلسانك ان دخلي سوق راسك انت غير مراتو، اش دخلك؟ لاش خارجه؟ وهذه بعدا قبل ما تقول نبدلوا المحامي خرجتي وضربتيها بهذه، ومن اللي راجلها في الحبس ولا حول له ولا قوه، وسمع هذا الشيء ووصلوا هذا الشيء، قال لها بدلي المحامي. لا هي ضربات فيه ولا قالت خدمته ما عجباتنيش، ودوا الاديل والفيديوهات كاينين وخليهم لبنان ولا عندك في الارشيف. قالت الاستاذ محترم وهضر معايا باحترام كي مشيت عنده، ولا تضرب وما تنضربش انا في هذا الشيء قبل الاعتذار. وانا دابا بناء على طلب الزوج ديالي غادي نشوف محامي اخر، لان ما غاديش نقدر انا على مصاريف هذا المحامي الا كان غير في الحكم الابتدائي خدا 7 المليون. وشي تفريغات ما هما كاينين، شي تفريغ قال لك تفريغات وما عرف شكايات و7 الشكايات وما عرف، والشكايه راك تمشي تديرها ب 50 درهم. فهمتي؟ وبالنسبه لك محامي عندك عندك ميزات اكثر من الانسان العادي، فغادي تعطيك 7 المليون اخرى فين غتوصل؟ شكون غادي يعيشها؟ والمهم ما نمشيوش هذا في الفروع، خلينا في الاصل. فهنا نرجع وغادي نقول هاد العامين كانت تخدم على راسها، لا تتهضر هي بحال اللي قلت فيديو واحد جوج كانوا فيهم اعتذار، وواحد قال خصني نبدل. هما كاع اللي كانوا كلهم 4 5 هاد الفيديوهات ماشي هما اللي غيعيشوها يديروا لها الايجار حتى ديال الدار اللي ساكنه فيها، وماشي هما اللي غادي يصرفوا على راجلها اللي في السجن، وماشي هما اللي غادي خلينا من الدار ما نشريو لها حتى بسكريته، ما غاديش يخلصوا لها الان درايف ديال شهر حتى ديال الشهر اللي تتخرج فيه باش تمشي للمحاكم وترجع. فهمتي؟ فهذا ظلم وعدوان من ناحيه لبنان، واللي خصو فعلا اللي خصو يدير شكايه. راه حتى السي محمد بوكريشه كيخرج يدير شكايه بهذا الراجل اللي استغل عدم وجود الزوج وخرج او هذا الراجل اللي استغل السجن ديالو هو وخرج تيقول لك ما يشرفنيش انا نحامي عليه، ما يشرفنيش. راه الارشيف كاين، حتى حاجه ما مشات قال لك مشاو الفيديوهات ولا مشات القناه ولا ما عرف ديك الشيء. شوف بلا ما نهضر بزاف، الفاهم يفهم والحر بالغمزه تيفهم. فالارشيف اللي كاين مازال، وتنتمنى تكوني انت هازه دوك المقاطع او شي وحدين اللي معاك هازي المقاطع ويعطيوك دوك المقاطع اللي فعلا كانت الخروج كان خروج دائما كان بدا به السيد المحترم، وخرجات بناء مادام هو خرج امام الراي العام ويدلي بدلوي ويقول انا ندمت، انا ما غنستانفش، وانا ما غاديش ما نعطيش تنازل للمحامي، وانا
فحتى لبنى قالت انا غادي نجيب محامي اخر وهو مسؤول، بغى يستانف، بغى يستمر، بغى ياك وحده هي اللي جابته، هي اللي جابته، هي اللي مولاته، هي اللي قالت له انا بلاتك يكمل معاها مادام انا ماشي شغلي. كيفاش ماشي شغلي وانت جاي ثاني يوم تدعيني باش نعطيك 11 مليون اللي طلبتي ولا ونكرتي انك تخلصتي، في حين انك معترف. شو هذا التناقض بوحده؟ يخلي القاضي يشوف هذا السيد هذا، لا سمحوا لي شي حاجه ماشي راكبه مزيان. معترف انه خدات 7 المليون ومن بعد ناكر انه تخلص. ايوا هذيك 7 المليون خديتيها ديالاش؟ السيد القيسي هو راه شد زنا المحارم، راه ماشي حتى هي جنايات، ما وصلش 40 مليون و60، 3 المليون من هذه الافتراءات كلها. على العموم نكملوا الفيديو. عند واحد الكليكات تتوصل له مازال ليومنا هذا من عامين وهو داعي لبنينو، وفي هذيك الدعوه اللي دعاها المحامي استغلوها اعداء لبنى، منهم وحده ساكنه في الخارج اللي عندها فلوس تعد ولا تحصل، اللي عندها مشاكل مع واحد تا هو قال لك ما هربش، هو قال لك خرج، طبع الباسبور، خرج ما هرب ما والو سيدي، ما عليناش. عنده مشاكل معها، حتى هي تحكمات سورسي، ضاقت شويه من الكأس، ولكن كانت داخله بواحد سميتو، داخله كطرف مدني. علاش ما عرفش دارت لها لبنى؟ ما عرف، متضرره، ما فهمتش علاش، شنو الضرر اللي تضررت من لبنى. فاذا هاد السيده دخلت كطرف مدني. سعاد ما عرفتهاش حتى هي شداها القضيه اللي داخل فيها المحامي مع لبنينو في شكايات مع بعض، لأن الشكايات متبادلة، اش دخلها كطرف مدني. وزيد على هذا واحد السيربريز، واحد الجمعية اللي مازال حتى ما اكتفت في الشروط أو ما كملت الشروط ديالها كواصل نهائي، وداك الشيء اللي ولينا تنسمعوا، حتى هي دخلت كطرف مدني. شنو الضرر اللي تضررت من هذه السيدة اللي هي السيدة لبنى الأطرش أو لبنينو، الله أعلم. دخلوا كلهم كطرف مدني، السيدة اللي في إيطاليا، السيدة سعاد، السيدة اللي في الجمعية، وزيد على هذا والمضحك والمؤسف في نفس الوقت السيدة الروقاني اللي هي كانت في قضايا أخرى ضد هذه السيدة اللي هي لبنينو، مع سعاد اللي داخلة طرف مدني في القضية المحامي اللي ما فهمناش علاش. وعلاش السيدة الروقاني جات تؤازره؟ شنو الضرر اللي ضرر هذا الراجل وتؤازره بلا ما تعرف القصة بحذاري فيها شنو فيها؟ يعني خصها تطالع مزيان مزيان مزيان، مع احترام. في النهايه راه قلت لكم احترمت الانسحاب ديالها، هي حره ازرو. ولكن بالنسبه لي الغريب هاد الناس كلهم، انا مثلا انا من لبنان وغادي نشوف سياده القاضي، يعني اليس غريبا هاد الكليكه هي اللي دايره بها شكايات اخرى واتهامات اخرى، وخصوصا دابا لبنان في واحد القوه هائله. سي محمد بكريشه براءه 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 براءه، حدو 98 البراءات. لبنان كذلك ومثل براءه 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 براءه، ياك من كل ما نسب اليه. السيده الروقاني اللي كانت مؤازره لهذا الاستاذ هذا انسحبت من كل القضايا، من كل القضايا. هذه السيده سعاد اللي داخله كطرف مدني دابا مع الاستاذ. الجمعيه تبين ان الجمعيه نفسها او السيده اللي في الجمعيه ما هياش كطرف معتمد بالاوراق وبلا، الا حتى داروا شي اوراق غيكون تاريخ حديث. وانتم من عامين وانتم داخلين طرف مدني. السيده المحترمه اللي عضوه في الجمعيه الفلانيه من عامين. الجمعيه طبعا الا كانت حتى لنفرض دابا استوفت الشروط اللي هي كانت ما كاملاش، عندها 4 سنين، خصها 4 سنين باش عاد تستوفي الشروط، ما كانتش انا داك هذه عامين ما كانتش مستوفات، فهمتوا؟ فدابا ما عرفتش. وعدم حضور بعض الافراد ايضا، هذا حتى هو راه يؤثر وتيزيد يطول في هذه القضيه هذه ديال السيد المحامي. شحال مره ما كانش حتى هو تيحضر وكان هامل القضيه، والقضيه سالات التجاره بالبشر، سالات الضرب في العقوق، سالات زنا المحارم، مازال القضيه ديال الاستاذ مجرجرين. يعني بحال تنشوف انا همهم انهم يجرجروا ديك المراه في المحاكم، واخا مره في الشهر وفي لاباس يذوقوها من المر ما امروه. هذا هو، ما عليناش. نرجع
المول 30 عام الخبره. وفمو قال انا تلقيت 7 المليون من السيده اللي كنت دابا تنهضر لكم عليها، اللي عندها الفلوس تعد ولا تحصى، خديت بالكامل ياك. ومشات عنده يسرى وكانت بغات دير معاه شي حاجه وما تلاتش، ما بانلهاش فيه راه اللي هي حيت كي مشات عندها واحد المقطع، قالت له انا غادي نشوف لا بان لي ديك الشيء راه غادي هو هذاك كان بها ما كانش هو هذاك. قالت له الصراحه حنا متعودين اللي زوين في يسرى مرات وتيكون لي صالحه، هو الصراحه ديالها غير هي الصراحه خصها تخليها لنفسها وتهضر مع مخها، ولكن في الفيديوهات حتى تفاجئنا بما تفعله. كان صوابا فاهلا وسهلا، كان خطا راه دارت الخطا ديالو، خباتها ديالو، خدات منها درس بدون التشهير بنفسها. خصها تدعي راسها يسرى، خصها تدعي راسها بعداك تدخل راسها الحبس. علاش؟ لانها تشهر بنفسها. زوينه هذه. المحامي قلت لكم عنده البرقاقه، ها سي فلان عرفتيه بلي ها المقاطع شرات، قالت لك انا عندي قصر، ما عندهاش دار، هي شرات قصر، شرات قصر. وما عرفنا واش قصر ولا لاكاف او قبر، لان السيده اللي نوضت العجاجه في اليوتيوب اللي هي سعاد قالت لك لا ما شرات لاكاف، شرات قبر كذا. ايوا واحد اخرين تيقولوا شرات دار، وشي واحد اخرين كانوا قالوا شاريه دار وشافوا الوراق بعينيهم، اللي هي فاطمه الزهراء مرات عدلوها. عقلت كي تقول شفت الوراق بعيني، في حين هي نفسها فاطمه الزهراء الله يسامحها بغات تطلع مسكينه، حتى هي بغات تشري دار، بغات تهبل على وجه الدنيا، ولكن ماشي بديك الطريقه. فاطمه الزهراء والله الا خديت منك واحد الموقف ماشي مشكل، في حين انها سبحان الله هاد الدار اللي شرات لبنينو كان سببها فاطمه الزهراء اللي هي من نفس الشاري اللي شرات منه عبد الوهاب وفاطمه الزهراء، نفس الشاري هو اللي شرات منه لبنينو. فهادشي وصل الناس محاميين المرموقين الكبار ما تبقاش مصدعين راسهم بواحد المراه عندها بنيتها مسكينه تجري على ايامها، راه عارف قصتها وقصه راجلها اللي تسجن، هو اللي كان يدافع عليه في واحد الوقت، هو اللي دافع عليه، قال لك بشراسه ودار جهد وما عرفياش، حتى انه قال لك هو دافع من قلبه وما كانش مجهز. شوفوا ما كانش داير ما مجهز ما يقولوا، قال لك هو دافع هكاك عشوائي لانه متمكن ودافع من قلبه، رغم انه كان خصو يكون حاط تفريغات وكان خصو يحط معطيات، ماشي دافع من قلبك وارتجالي. راه مازال الارشيف لا يرحم، انا ما تنساش شي مصطلحات ممكن نقولها لك حرفيا كي قلتيها. وهذا من الاشياء الاغلاط اللي غلط هذا السيد المحامي، ما قدم اي في حين ان السيده المحترمه السيده الروقاني ما خلات ما جبدات، ما خلات ما قالت حتى لو كونط بونكير باش حتى يربح السي محمد بوكريشه خوه مسجون على تغرير بقاصر، متهم في قضيه زنا المحارم، ديك الساعه لم يبت في قضيه زنا المحارم، مازال ما عارف الا بريء ولا ماشي بريء، يعني فيها تؤخذ ضده بواحد الطريقه بشعه وتهبط له القيمه ديالو اللي اسس السفيلي، لان القاضي غيشوف زنا المحارم. وهذه المراه نفسها هي اللي داخله كطرف مدني، خوه مغتصب وحده، فهمتي؟ النظرة تختلف وحتى القرار يختلف كي تدخل انت بهذه القوة، وأن قنوات وتفريغات حتى الكلام ما تعطاش سيادة القاضي في السياق اللي كان تيهضر به السي محمد بوكريشه، بس قصة وركبة وفهمتوا وتركب. وما السيد المحامي لم يكلف نفسه أنه يفرغ الكلام كما كان أصله، يعطيه سيادة القاضي يقول ها أنت سيادة القاضي لا بحال اللي ركبوا لبنينو فاتي موند اللي كانت لابسه الديباردور اللي كانت يقول لابسه سوتير، ما لابسه سوتير حتى ديالنا ما عارفينش شنو كانت لابسه شورت وديباردور. تنشوف بنات هنا خارجين عادي وكرشهم كاع عريانه ماشي حتى مغطي قسما بالله، وغاديين لابسين الطابليه وتحت منها الديباردور وكرشهم عريانه، انا ما فهمتش. المهم لبنينو يعني باختصار شديد ما ديريش نفس الغلطه اللي دار سي محمد بوكريشه في القضيه ديالو في زله لسان، اللي ما تحطوش التفريغات وتقرمتوا على 3000 ولا 6000 درهم اللي هي يمكن تقرر الوراء ديالك وتقرر الحريه ديالك وترجع لك كرامتك.
سمحي لي وبزاف. نسيتو باللي ان سي محمد بوكريشه دوك التفريغات اللي كان خصو يقدمها كجواب على الزوجه ديالو اللي متهمه بالزنا المحارم، اللي متهمه في احتراجها بالبشر، اللي دخلت الاخ ديالو كطرف في القضيه انه مغتصب. هو ماشي مغتصب، وماشي هو اللي هو ماشي هو اللي هتك البقره ديالها، ولكن فهمتوا عليا باعتراف البنت عنده ما يثبت ذلك في التقرير ديال الاخ ديالو. كان فيه يضموا للقضيه ويقول لهم انتم هذا الاخ اللي تتهضر عليه راه غير حتى هو براسو مشى فترس. هي البنت كانت يعرفها، ولكن التغرير بقاصر. الغلط اللي دار انه كان هضر مع وحده قاصر، خرج معها. فهمتوا شنو غادي نقول لكم؟ اللايف المشهور اللي خرج به كان مقصوص ومركب، ما كانش اللايف هو صوته، ولكن ماشي اللايف الاوريجينال ديالو. لعبوا فيه ولاد الذين مولات القصوص ومولات الموزون، ياك ولا لا؟ كانوا تيخدموا في خفاء في التشيطانيت في ادخال الناس للسجن. دابا حتى دابا راه ما خدامين فيك وخدامين في يسرى وصلوا لها حتى لتايلاند. تيجريو على الحبيب بيس باي وجه كان. عجباتهم اللعبه دابا، عجباتهم اللعبه ديال انهم صيفطوا سميتو. عندهم ناس انستغرام، عندهم هما براسهم عندهم انستغرامات. زيد سيدي وصل الصوت لهذوك الناس اللوطيل بحال اللوطيل شراه باهم، وانه راه غادي هما غادي يديروا فايت. فهمتي؟ وهذا انا بالنسبه لي هذا درس اليسرى صراحه. فكلكم تتاخذوا دروس. انا يا لبنى خذي الدرس من القضيه ديال بكريشه اللي كان تحطوا فيها تفريغات، ووضحت الرؤيه لسياده القاضي. راه الهضره ماشي هي التفريغات. هذه المره اللي دخلت بطرف مدني هاش تقول هاد فهمتوا؟ هذا السيد اللي دخلت هو بطرف مدني قال لك تيقول على السي محمد بوكريشه وعلى الاخ ديالو انه غادي يقتلوه يديروا في كياس امام الراي العام في منصه اعلاميه. لم يحاسب على ذاك الكلام، وكأن الدنيا فوضى عندنا، في حين ان يسرى قالت يخ ما عجبنيش سميتو الماكله في دوله اخرى، كانت غادي تحبس غادي تسجن، وباعترافها هي تبدا ترغبهم تقول لهم ديروا لي عكاشه في بلادي. وما بغيتش ما تسجنونيش هنا. زيد على هذا هنا لبنينو ما تنطالبوك بشي حاجه اللي هي ما تقدريش ديريها. انا متاكده ان فاش جاك 5000 ولا حتى مليون تديري التفريغات ديالك، خلي المشاهد ديري خاطر على ماشي عليك انتي، وماشي على ود الزنوبه اللي قلتي انا راه ما نعطيه حتى درهم ندخل الحبس. اذا اين هي زنوبه من حياتك؟ وتصوري زنوبه نهار واحد بدونك وتتبكي، والسي محمد ما عارف شنو يدير. ام يوسف الفاسيه داها لها فيها السكر. وها نقولوا غادي تجي تجلس مع السي محمد في الدار، لان يوسف غيتزوج ياك. يوسف غيتزوج، غادي تجلس مع السي محمد في الدار. انت غتسجني لك شهر ولا شهرين. واش انت يعني من نيتك غادي تضحي على بشهر شهرين في السجن وتفسدي الدوسي ديالك وهادشي اللي باغيين تديري لهم خاطرهم، او غير كلام في الهواء؟ ما عرف شنو قصدك من هذه الهضره. زعماك باش يملوا وباش يأسوا؟ ما راه غيأسوش، ما غيملوش، وهدفهم هو السجن ديالك. اما الفلوس راه تتعطاهم. لبنينو الحبيبه، الفلوس راه تعطات لهم، وانت عارفه لي من هذا اللي داير بك الشكايه، هذا اللي دايرين بيه. تعطاو لهم ملايين باش انت تدخلي وتخدموا في الخفاء، وانت عارفه شكون مولات هذا الشيء وشكون المحرك الرسمي لهذا الشيء. ربما هي حكم عليها بانها ما تتحركش القنوات لان ما كاينش دليل، ان ما كاينش دليل ملموس ما تتحركش القنوات، ولكن حسي يعني دليل انت عارفه وحنا عارفين. لان ما غنجلسوش حنا نهضروا مع السيده القاضي ونوريو هذا المقطع اش قالت، وهذا المقطع فين مشات، وهذا المقطع شنو تحرضات، وهذا والقناه اللي مسحت فيها فيديوهات تعترف بفمها ولايفاتها بفمها، اتهماتك بالانفصاليه، وصفاتك بالفاسقه الشيطانه، وصفاتنا حنا اللي متابعينك بالعبده ديال لبنينو. يعني هادشي كله لم تتابع عليه. علاش؟ لانها ما داتش هادشي. كان في يد الزروالي، كان قسما بالله كان حكمات على هذاك الشيء اللي قالت اشد ماشي 4 شهور سرسي. فهمتي عليا؟ وانت عارفه المحرك هذا الشيء كله شكون هو من نهار، وفهميها ولا ما تفهميهاش لبنينو. من نهار اللي مشات يسرى لشوف تيفي عند فاطمه الزهراء
وبدات تستجوب فاطمه الزهراء ودرتي لهم بوط زطاز وقلتي لهم اللايف دابا يتشد والا غادي نجيب لكم البوليس، راكم تستجوبون باي سلطة وبأي رخصة تستجوبون بنت قاصر حاطينها لايف وموراها واحد الجمعية وبقات تتاكل فيهم حتى دازولك واتصلوا فهاديك كانت تما واتصلوا هضروا معاها وهضرات معاك وبقات تترغب فيك هذيك تترغب فيك وهبطات كوايرها غير باش نتيا تنقضي الموقف. بقات شوف انا هو هذا شو انا قلت لكم محلله لا اتهم احد، ولكن سياق ما جرى في ديك الفتره بالذات هو اللي جر عليك هادشي كله كان بسبب يسرى اللي خرجات وقالت لك انت اللي جبتيها لراسك، انت اللي ما شديتيش لسانك، وها ربي جاوبها بواحد الجواب قاسي اقصى من اللي وقع لك انت واحد الفتره بوحدها في قاره ملوحه 20 ساعه تفرق بين قاره وقاره. وهكاك راه جبرات الناس وجبرات ولاد الناس الطيبين، جبرات سيمو لايف وجبرات هذاك زهير وجبرات البنات اللي كانوا تيقولوا تريشوا معاها داروا معاها تقاسموا، بالعكس سندوها وعنقوها وربما بكاو معاها ووقفوا معاها عند هذاك لوطيل 5 ايطوال اللي يسرى كاع ما ذكرت لنا واش هو 5 ايطوال ولا 3 ايطوال، وراتنا غير واحد الكوريدور اللي قلت لكم مورا غير ديكور بدعوا في الديكور وداروا واحد الممر. فهمتوا؟ على العموم ما نطولش ما نتشعبش حاجات اخرى باش ما نضيعش على الموضوع لبنان اللي تتمنى في هذا الفيديو. انا غنقول لك اي مقطع تيخدم القضيه ديالك واخا يكون بمليون، حنا تيهمنا انتصارك والفلوس غادي ترجع لبنان ولكن تحققي لهم شنو بغاو هما غادي تفقدي قسما بالله غتفقدي كل المشاهدين ديالك، غتكوني درتي خيبه امل للمشاهدين ديالك غير خيبه الامل السابقه ما تقوليش انا والله ما يذوقوا درهم من مالك تتحفري عليه الارض تتضربي عليه بالمقدي تتضربي عليه بالماصه تتحطي فيديو تتعطي وجهك تتهضري نص ساعه الله وتتشدي داك الفيديو. انا ندير حسابي فعاد ما ندير سيدي فيديو لايف ندير 2 فيديوهات لايف صافي رمي الزبل كله رمي الشغال رمي سي محمد بكري راه ما غايقولكش. المهم جمعي على اساس الغرامات راه قسما بالله انا غنقولها لك خلي فلوس كيجيو جيبهم باش لانه هناك غتكون عليهم الحجه ظلما وعدوانا وغيدخل لهم كل درهم بخراب بيتهم بخراب حياتهم في صحتهم. هذه هي اللي فكري هكا وقسما بالله سيؤدون. وانت شتي كاع اللي ظلمكم ها اللي دخل الحبس ها اللي مرض ها اللي تسجن ها اللي هرب ها اللي ما قادرش يدخل ها اللي وحمد الله وشكريه ربي يبين لك برهان بين لك. حتى ديك سعاد هاي ولا تطلب وترغب غير الفكه بلا غير الفكاك ومازال ما خرجوا لهاش وما فضحوهاش لانهم بحال تنقول بحال بارونا ما غتخرج تفضح شي حاجه غتفضح راسها، هي بروفيسيونيل في الخدمه ديالها فهمتي ما غاديش تخرج تفضح ماشي بحال ديك الجعواقه ماشي بحال ديك الجلاله تتخدم بحرفيه اكثر واقوى. هذيك الا قلتي مولات الموزون فهمتي ليا. وهنا غادي نقول لكم يا خبر فلوس بكره ببلاش يا ريت لبنانو تسمع بنصيحتي وصل هذا الفيديو فعلا لبنانو هذا المقطع هذا بالذات اللي انا نصحت فيه لبنانو ينشر من اجل لبنانو لان ما عندي ما نزيد ما غنزيد انا من بعد هذا الشيء لبنانو مازال مصممه صراحه على هذا ما صافي غنشد ما عندي ما نبقى نمشي نهضر على خديجه اللي انا نبدا ندخل ب 20,000 و 30,000 والله الا تبهدلنا كاع وصلنا للحضيض حنا ما عليناش. يا خبر فلوس بكره ببلاش مع السلامه.